السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا النهاردة ازاي نعمل اسورة من الورد باستخدام خرز التفسيرة، وكمان هندخل معاه الكريستال. ايه هي الادوات اللي احنا عايزينها عشان ننفذ الموديل ده؟ اول حاجة هنحتاج معانا خرز التفسيرة باللون الابيض. احنا هنستخدم النهارده اللون الابيض، احنا ممكن نستخدم اي لون، فنستخدم النهارده معانا اللون الابيض. محتاج معانا نوع من انواع الكريستال اللي هو الصغير، نستخدم اللي هو الشكل الفضي من الكريستال اللي هو الشكل ده كده. ده برضو نوع من انواع الكريستال، بيكون برضو شكله حلو جدا في الشغل. ده اللي هو الكريستال الصغير، كنت انا قلت لكم في المشتريات قبل كده. ده اللون اللي هو الفضي، برضو كان فيه اللون الذهبي. احنا هنستخدم النهارده مع اللون الابيض اللون الفضي. وهنحتاج معانا خيط سنارة بالشكل ده، اي مقاس. احنا هنستخدم النهارده مقاس 40، ده مقاس 40. احنا ممكن نستخدم اي مقاس متاح عندنا. هنحتاج معانا مسطرة، وهنحتاج معانا الزرد بتاعنا اللي هو الزردة الناعمة، وهنحتاج معانا الزردة المبرومة ده كده، وهنحتاج معانا المقص. اول حاجة احنا هنقطع من خيط السنارة. هنستخدم خيط السنارة في الموديل ده. اول حاجة هنعملها ان احنا هنقطع من خيط السنارة ده حوالي 80 سنتي من خيط السنارة. نجيب عندنا المسطرة بالشكل ده كده، هنبدأ نقطع 80 سنتي. دي كده 30، وكمان كده كمان 30 يبقى 60، وكمان 20 سنتي يبقى 80. يبقى احنا كده قطعنا من خيط السنارة 80 سنتي من خيط السنارة. هنعمل ايه؟ طبعا انا كنت قلت لكم ان احنا هنستخدم خرز كريستال، وكمان هنستخدم برضو الاستوبر وكفر الاستوبر. ده كفر الاستوبر، وطبعا احنا عارفين الاستوبر اللي احنا بنقفل بيه اللي هو بيكون بالشكل ده كده، اللي هو الصغير ده. ده اللي هو الاستوبر بالشكل ده. وهنحتاج معانا الزرد مقاس 6. نحتاج معانا زرد مقاس 6 بالشكل ده كده. وهنحتاج معانا مسمار. ده بالنسبة للخامات اللي احنا نحتاجها عشان ننفذ الوردة. هنبدأ نقفل جنب من خيط السنارة بالاستوبر وكفر الاستوبر. اول حاجة هنجيب كفر الاستوبر، نبدأ هنا ندخله او ندخل هنا في كفر الاستوبر. خيط السنارة ندخله في كفر الاستوبر بالشكل ده كده. وبعد كده هنبدأ نحط معانا الاستوبر بالشكل ده. ندخل كده الاستوبر. بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نعمل دايرة، او هنرجع تاني بالخيط اللي معانا اللي هو خيط السنارة في الاستوبر بتاعنا كده بالطريقة دي. ونعمل احنا كده يعني شكل كده اللي هو مدور بالشكل ده كده، بحيث ان هو يكون الشغل يعني مقفول كويس وما يفكش بسهولة. تمام. ويبقى عندنا الجزء اللي فوق ده كده يعني بيكون بالشكل ده، يعني راجع تاني في الاستوبر. وبعد كده هنبدأ نقفل الاستوبر بتاعنا على خيط السنارة بالشكل ده كده، نقفله كويس. نبدأ نطلع بقى كفر الاستوبر عليه، نظبطه كده وندخله. طبعا يبقى عندنا الطرفين، ندخل الطرفين من الفتحة بتاع الكفر الاستوبر بالشكل ده كده. دخلناه اهو. نبدأ نقفله، وهنبدأ احنا هنا نثبته من الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق كده. نضغط عليه خيط السنارة، ونبدأ ان احنا نقصه نص سنتي كده ونقصه. يبقى احنا كده قفلناه من ناحية. ده اكبر مقاس من خرز التفسيرة، وده اللون الابيض بتاعنا. هنبدأ ان احنا واحنا بندخل كده الخرز او بنستخدم الخرز، نستخدم الخرزة اللي هي تبقى يعني مليانة شوية ويكون الحجم بتاعها متناسق. طبعا احنا عشان نعمل الوردة عايزين يعني هنستخدم حوالي 7 خرزات من اللون الابيض، وهنستخدم معاها قلب الوردة. طب هنعملها ازاي؟ اول حاجة احنا دخلنا
عشان نعرف الوردة بتتعمل ازاي. احنا دخلنا خرزاية اهي من اللون الابيض ده اللي هو خرز التفسيرة. بعد كده هندخل الكريستالة اللي احنا هنعملها في قلب الوردة. ندخل الكريستالة اللي احنا هنعملها في قلب الوردة بالشكل ده كده. عملنا كده خرزتين، خرزة بيضة من خرز التفسيرة، وبعد كده حطينا الكريستالة. بعد كده هنبدأ نحط 3 خرزات من اللون الابيض، نحاول نخليها كلها عريض، يعني الخرزية نفسها تبقى عريضة شوية بحيث ان الوردة تبقى متناسقة مع بعضها في النهاية. فاحنا كده دخلنا 3 خرزات بالشكل ده. يبقى احنا حطينا خرزاية من خرز التفسيرة باللون الابيض، وبعد كده حطينا واحدة كريستال باللون الفضي بالشكل ده كده، وبعد كده حطينا 3 من خرز التفسيرة باللون الابيض بالشكل ده كده. وصلنا للشكل ده. طب هنبدأ نعمل ايه؟ احنا عندنا اول خرزاية كده هنبدأ نرجع بالخيط فيها، يعني احنا عندنا الخيط اهو، هنبدأ نمسك كده الخرز كده ونعدله، وبعد كده نبدأ نرجع بالطرف التاني من الخيط بتاعنا في الخرزية الاولى اللي احنا مدخلينها دي، اللي هي الخرزية البيضة دي. احنا هندخلها هنا كده بالشكل ده كده، ونبدأ ان احنا نشدها ونشد معانا، نشد الوردة كده بالشكل ده. يعني هي طبعا لسه ما بقتش وردة، يعني ده كده احنا وصلنا لنص الوردة بالشكل ده كده. احنا كده وصلنا للشكل ده اللي هو يعتبر نص الوردة. يعني احنا حطينا خرزية واحدة من خرز التفسيرة، وحطينا واحدة من الكريستال الفضي، وبعدين 3 من الخرز التفسيرة اللي هو الابيض. بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ طبعا احنا شديناه ووصلنا للشكل ده. طبعا لسه هي ما كملتش الوردة. هنحط كمان خرزتين من اللون الابيض من خرز التفسيرة برضو. احنا بنحط الخرز ناخد الخرز اللي هو بيكون يعني حجمه متناسق ويكون حجمه كبير شوية، يعني بلاش نحط رفيع على العريض عشان تكون حجمها في النهاية متناسق. وصلنا للشكل كده، حطينا كمان خرزتين، احنا دخلنا الخرزتين دول اهو بالشكل ده. وصلنا للشكل ده. هنبدأ نعمل ايه عشان نكمل وردة؟ طبعا هي بالناحية يعني المفروض تتقفل بقى كده من الناحية دي عشان تبقى وردة بالشكل ده. طب هنعملها ازاي؟ طب احنا عندنا كده الخرزتين دخلناهم، هنبدأ نمسك كده الشغل بتاعنا والخرز بتاعنا كده، وناخد الطرف التاني من الخيط وندخله في الخرزاية اللي هي البيضة دي، اللي هي فوق الخرزاية اللي هي الفضي، اللي هي اللي فوق دي، يعني ديت الخرزاية اللي هي فوق الخرزاية الفضي، الكريستالة الفضي اللي هي تعتبر هي قلب الوردة. فاحنا هندخلها من الخرزاية اللي فوقها اللي هي من الخرزاية اللي هي التفسيرة، ندخلها كده بالشكل ده كده. يبقى احنا كده ونشد كده الشغل كده على بعضه. يبقى احنا كده عملنا او وصلنا لشكل الوردة بالشكل ده كده. يبقى احنا كده عملنا الوردة من خرز التفسيرة، والقلب بتاعنا عملناه من الكريستال. طبعا هي شكلها حلو جدا ومتناسق. استخدمنا هنا الخرز بنفس الحجم كده مع بعضه، اللي هو يعتبر خرز عريض مع بعضه كده، ما حطيناش رفيع وعريض. يعني نحاول واحنا نحط الخرز بنفس المقاس كده، بحيث ان هو يبدا تطلع مقفوله على بعضها بنفس المقاس وتكون مليانه بالشكل ده كده. وحطينا في النص الخرزايه الكريستاله اللي هي الفضي، طبعا مديها منظر حلو جدا وشكلها حلو وجديد، شكل جديد لسنه 2023. يبقى شكلها حلو برده، احسن من يكون كله تفسيره. لا احنا ممكن ندخل فيها الكريستال تديها شكل كده وتنورها. هنبدا نعمل كمان واحده. احنا كده عملنا وردة. هنعمل فاصل ما بين كل وردة ووردة بنفس الخرزاية الكريستالة اللي هي موجودة دي اللي هي الفضي. طب هنعمل ايه؟ احنا وصلنا للشكل ده كده. هنبدأ ندخل فاصل ما بين كل وردة ووردة من نفس القلب اللي هو نفس قلب الوردة اللي هي الكريستالة الفضي اللي معانا دي. فاحنا هندخل. يبقى احنا وصلنا للشكل ده كده، دخلنا الكريستالة الفضي، وصلنا للشكل ده كده بالشكل ده. يبقى احنا عملنا وردة وبعدين عملنا فاصل واحدة من الكريستالة اللي هي الفضي اللي هي نفس الكريستالة اللي موجودة في الوردة اللي احنا عملناها. بعد كده هنبدأ نعيد اللي احنا عملناه تاني ونعمل وردة تانية برضو باستخدام خرز التفسيرة واستخدام الكريستال اللي هو الفضي. هنبدأ نحط معانا واحدة من خرز التفسيرة الأبيض. دخلنا كده واحدة من خرز التفسيرة. احنا طبعا احنا قلنا الخرزية دي فاصل ما بين الوردة والوردة اللي هي الكريستالة الفضي، وبعد كده حطينا واحدة خرز تفسيرة أبيض. بعد كده هنحط قلب الوردة اللي هتبقى معانا اللي هي برضو الكريستالة الفضي، هندخلها كده في الخيط بتاعنا بالشكل ده. وصلنا للشكل ده. بعد كده هنبدأ نحط بعد القلب بتاع الوردة كمان 3 من خرز التفسيرة الأبيض. ثبتها كده قدامنا عشان يبقى الورد كله في اتجاه واحد. ساعات بيكون في ورد مقلوب كده في اتجاه مختلف، لكن احنا عايزينه كله في اتجاه واحد. برضو احنا هنحط معانا اللي هو الحجم بتاعه متناسق مع بعضه كده، يعني كله يكون مثلا عريض
ناخد العريض مع بعضه. حطينا كده كمان 3 خرزات من خرز التفسيره باللون الابيض، يبقى احنا حاطين فاصل فضي، وبعد كده حطينا خرزايه تفسيره ابيض، وبعد كده قلب الورده اللي هي الكريستاله الفضي، وبعدين 3 من خرز التفسيره الابيض بالشكل ده كده. هنبدا نعمل الورده التانية. احنا طبعا قلنا دي هتبقى فاصل اللي هي الكريستاله الفضي. طب هنعمل ايه؟ الخيط اللي معانا وهندخله في، هنسيب الفاصل اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو الكريستاله الفضي، وهنحط فيه خرزه التفسيره اللي هي بدايه الورده التانية بالشكل ده. ندخل كده الخيط بنفس الاتجاه كده، ونبدا نشد الخيط معانا، نبدا نشد الخيط كده معانا في نفس الاتجاه بحيث ان احنا نوصل للشكل ده. نبدا ان احنا نظبطه كده، يبقى احنا وصلنا للشكل ده. طبعا احنا كده عملنا ورده، وديت نص الورده التانية. طبعا عشان نكمل احنا وصلنا كده لنص الورده اهو بالشكل ده كده اهو. ده نص الورده اللي احنا قلنا عليه بالشكل ده. عايزين نكملها بقى، يبقى احنا كمان فاضل خرزتين. يبقى احنا بنحط واحده من خرز التفسيره الابيض، وبعد كده قلب الورده، وبعد كده 3 من خرز التفسيره الابيض، وبعد كده نحط 2 من خرز التفسيره الابيض بالشكل ده كده. احنا وصلنا للشكل ده. الورده التانية معانا اهي، وصلنا للشكل ده كده. طبعا الورده هتتقفل كده بالطريقه دي، فاحنا عايزين نقفلها. هنعمل ايه؟ هندخل بقى الخيط الصناره في خرزه التفسيره اللي هي فوق قلب الورده اللي هي كريستاله الفضي، يعني الخرزيه البيضاء اللي فوق كريستاله الفضي. هنظبط الشغل كده، نضمه على بعضه، وبعد كده نبدا ندخل الخيط بتاعنا في الخرزيه بالشكل ده كده. ودي كانت كده، يبقى احنا كده عملنا تاني ورده بالشكل ده. طبعا كلها من بره خرز تفسيره، وحاطين معانا القلب جوه من الكريستال اللي هو الفضي، وحاطين الفاصل ما بين كل ورده وورده نفس قلب الورده اللي احنا مستخدمينه اللي هي الكريستاله الفضي بالشكل ده كده. احنا كده عملنا وردتين. طبعا هنعمل انسيال هيبقى حوالي 11 ورده، هيبقوا 11 ورده. تمام، انا هكملها وارجع لكم عشان وقت الفيديو. وده شكل الاسوره بعد ما عملناها. دي حوالي 10 وردات، احنا قلنا المقاس بتاعنا هيبقى 11 ورده. شكلها حلو جدا ومميز، اللون الابيض ومعاه الكريستال الفضي مديها شكل حلو. الاخر ورده هنعملها مع بعض، احنا هنحط الفاصل كده الكريستال بالشكل ده كده، ونبدا نعمل الورده الاخيره. برضو تاني نحط واحده من خرز التفسيره الابيض، وبعد كده نحط قلب الورده الفضي كريستال فضي. بعد كده هنحط 3 من خرز التفسيره الابيض بالشكل ده كده. طب هنعمل الورده ازاي؟ برضو هعيدها تاني. هندخل احنا طبعا هنسيب ده اللي هي الاولانيه دي هتبقى فاصل ما بين الورده والورده. هنحط الخيط، هنرجع بالخيط بتاعنا في خرزه التفسيره الاولى اللي هي البيضه، الخرزه الاولى البيضه بالشكل ده كده. نبدا ننزلها تحت كده بالشكل ده. احنا كده وصلنا لنص الورده زي ما انا قلت لكم اللي انا عملتها معاكم بالشكل ده كده. دي كده نص الورده. هنبدا نحط كمان خرزتين، وبرده زي ما انا قلت لكم واحنا بنحط الخرز بنحط الخرز اللي هو بيكون متناسق في الحجم مع بعض، وبيكون نفس الطول، بحيث ان تكون الورده في النهايه متناسقه في الحجم. ما يكونش مثلا نحط خرز رفيع على خرز عريض بالشكل ده كده. وصلنا للشكل ده كده. هنبدا ان احنا نقفلها بقى كده من هنا. هندخل طرف الخيط بتاعنا في الخرزايه اللي فوق الخرزه الفضي، هندخلها في الخرزايه اللي فوق الخرزه الفضي بالشكل ده كده. يبقى احنا كده وصلنا للشكل ده. يبقى احنا كده عملناها كده، عملنا 11 ورده. كده عملنا 11 ورده من الورد اللي هو من خرز التفسيره والكريستال بالشكل ده كده. شكلها حلو برضو مميز. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدا نقفل بقى الجزء ده بالخيط. هنقفله ازاي؟
طبعا احنا وصلنا للشكل ده وقفلنا اخر وردة. فهنبدأ نرجع بالخيط في الجزء اللي هو الخراستين، اللي يعني الخيط طالع من الخرزية دي والخرزية اللي قبولها، هنبدأ نرجع بالخيط من تحت الخراستين بالشكل ده كده، بالشكل ده. هنعمل كده اللي هو الدايرة دي كده، وهنبدأ نرجع الخيط فيها كده عشان نعمل عقدة. تمام. وبعد كده نبدأ ان احنا نشد كده، نظبط كده الورد، نضمه على بعضه كده بالشكل ده. يبقى احنا كده عملنا اول ربطة. هنبدأ نعمل ربطة كمان، برضو هندخل الخيط من ما بين الاتنين التفسيرة، الخراستين التفسيرة بالشكل ده كده. نطلع كده نعمل دايرة، وبعدين ندخل الخيط في الدايرة اللي احنا عملناها كده عشان نعمل الربطة بتاعتنا. تمام. يبقى احنا كده ربطنا عليهم، واحنا كده قفلنا الشغل بتاعنا. ودي يبقى شكل الاسوره بتاعتنا من الورد والكريستال بالشكل ده كده. طبعا المقاس ده مقاس متوسط يعني حلو، يعني احنا لو عايزين نكبر عن كده ممكن نعمل 12 ورده 13 ورده على حسب المقاس اللي احنا عايزينه، لكن المقاس ده في المعقول يعني يناسب البنات. يعني هيبقى مقاسها حوالي 18 سنتي او 15 سنتي يعني، بعد ما نعمل 11 ورده. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نقفل الجزء ده بقى، هندخل الصور وكفر الاستوبر. فهنسيب مسافه كده بالشكل ده، وهنبدا نقص. طبعا الجزء ده احنا مش عايزينه خلاص، فاحنا هنبدا نقص كده، ونسيب كده جزء من الخيط عشان هنبدا نقفله بالاستوبر وكفر الاستوبر. هنعمل ايه؟ هنبدا نحط اول حاجه كفر الاستوبر معانا. هندخل دي كفر الاستوبر اهو، ندخل الخيط فيه كده بالشكل ده، وبعد كده ندخل الاستوبر كده. دخلنا الاستوبر في الخيط بالشكل ده كده. هنبدا نرجع بالخيط تاني في الاستوبر عشان نعمل الدايره اللي احنا بنعملها عشان تبقى ماسكه الشغل بتاعنا. يعني احنا وصلنا للشكل ده كده، عملنا دايره، رجعنا بالخيط في الاستوبر، طلعناه من اول فتحه بتاع كفر الاستوبر، طلعناه من الفتحه بتاع كفر الاستوبر بالشكل ده كده، وعملنا دايره فيه عشان ان هو يكون ماسك اكتر ويكون ثابت اكتر. هنبدا نقفل الجزء بتاع الاستوبر بالشكل ده كده. احنا كده قفلنا بقى، كده قفلنا الجزء ده بالشكل ده. هنبدا نقفل اللي عليه الكفر الاستوبر، هنبدا نقفل عليه كفر الاستوبر بالشكل ده كده، ونظبط كده اللي هو كفر الاستوبر. وهيبقى فيه هنا جزء باقي، في جزء باقي هنا من الخيط او من خيط السناره، هنبدا ان احنا نقصه، نسيب نص سنتي كده ونقصه. هنسيب نص سنتي وبعد كده نبدا نقص. ده احنا وصلنا للشكل ده كده. احنا كده قفلنا الاسوره بتاعتنا ووصلنا للشكل ده. هيبقى ده شكلها كده بالشكل ده كده، اللي هي الاسوره الورد من خرز التفسيره والكريستال. استخدمنا خرز التفسيره الابيض والكريستال الفضي. احنا كده قفلناها من ناحيتين بالشكل ده كده، احنا قفلناها من ناحيتين بالشكل ده. طبعا هنسيب مسافه عشان يبقى في مجال للشغل كده، ميبقاش مزنق يعني في بعضه، فهنسيب مسافه يعني نص سنتي كده برده هنا في الخيط. ويبقى في، احنا كده قفلنا بالاستوبر وكفر الاستوبر من ناحيتين. هنبدا نحط بقى الحلقات بتاعتنا او الزرد بتاعنا من ناحيتين. بعد كده هنجيب الزردة، نبدا ان احنا نثبت الزردة في الجزء بتاع كفر الاستوبر بالشكل ده كده. بعد كده هندخل معاه القفل، بالشكل ده. بعد كده نبدا نقفل الزردة. ده احنا وصلنا للشكل ده، حطينا القفل وحطينا الزردة بتاعتنا، حطينا القفل وحطينا الزردة. وبعد كده نبدا نعمل ايه؟ هنبدا نحط من الناحيه التانية 3 من الزرد. نفتح الزردة، بعد كده نبدا ندخلها في الجزء بتاع كفر الاستوبر بالشكل ده كده. بعد كده نقفلها، نبدا نحط واحده كمان، نفتحها
نبدأ نحط هنا في الزردة التانية او اللي احنا عملناها، نحط كمان واحدة. احنا كده حطينا من الطرف التاني 3 من الزرد بالشكل ده، حطينا 3 من الزرد بالشكل ده كده، والناحية التانية حطينا القفل وزردة. طب هنبدأ نعمل ايه؟ اخر حاجة فيها بقى هنبدأ نحط هنا في الزردة الأخيرة هنكون احنا مجهزين معانا. طبعا احنا قلنا هنبقى معانا مسمار، هنحط هنا واحدة من الكريستال الفضي في مسمار بالشكل ده كده، وهنحط واحدة من خرز التفسيرة برضو في مسمار بالشكل ده. نبقى احنا مجهزينها، هنبدأ ان احنا نثبتها في الزردة الأخيرة اللي احنا عملناها. نبدأ نقفل عليها ونبدأ نحط التانية اللي هي حاطين فيها خرزة التفسيرة. نبدأ نقفل وده يبقى شكلها. يعني احنا حطينا كده خرزتين، خرزة من التفسيرة وخرز كريستال في مسمار في الحلقة او في الزردة الأخيرة بالشكل ده كده، ويبقى ده شكل الانسيال بتاعنا بعد احنا ما خلصناه. شكله حلو جدا وشيك. اللون الابيض طلع ترند، اللون الابيض معاه اللون الفضي، شكله حلو جدا. ممكن نعمل منه كل الالوان، كل درجات الالوان، يعني احنا ممكن نعمل منه الوان كتير. بدل الابيض نحط الاسود. برضه انا كنت عامله واحد برضه تاني من اللون الاسود واستخدمت فيه برضه الكريستال الفضي، نفس الكريستال الفضي اللي قلت لكم عليها بالشكل ده كده. برضه الاسود حلو جدا. ده برضه واحد تاني اللي هو الاسود، ده الابيض وده الاسود. وفي واحد برضه هو الملون، ده كان ملون، عاملين كل وردة بلون، استخدمنا الوان كتير وعملناها ملونة كده برضو للشغل الملون اللي هو للبنات اللي بيحبوا الحاجة الملونة كده. طبعا لازم نعمل تشكيلة، نعمل السادة ونعمل الملون. طب ازاي احنا نغلفه ونحطه في الكيسة بتاعه وايه هو شكله النهائي؟ انا كنت وريتكم قبل كده اللي هو الكارت ده اللي احنا كنا عاملين فيه الانسيال من كسر حجر، ده برضو هنستخدمه النهارده. نحط فيه الانسيال اللي احنا عملناه ده او الصوره اللي احنا عملناها من خرز التفسيره على شكل ورد. هنبدا ان احنا نثبتها في الجزء اللي فوق ده كده بالشكل ده. طبعا هي فيها جزء تحت مجوف كده، احنا ممكن نثبت فيه الشغل بتاعنا كده بالشكل ده، بحيث ان هو يبقى شكله احسن يعني ومنسق كده ومستقيم بالشكل ده كده. هنبدا نحطه في الكيسه بتاعته. طبعا دي الكيسه بتاعته بتبقى جايه معاه بنفس المقاس، الكارت بيكون معاه الكيسه بتاعته. نبدا نحطه في الكيسه بالشكل ده كده. بالشكل ده، ده شكله في الكيس، ده شكله النهائي في الكيس. شكله حلو جدا، شكله حلو جدا. الموديل ده ينفع ترند في سنه 2023، ينفع المصايف، ممكن نعمله على كل الالوان، ممكن نعمل الاسود، ممكن نعمل الاحمر، ممكن نعمل اللون الاصفر، ممكن نعمل كل الالوان، او ممكن نعمل الشكل الملون اللي انا قلت لكم عليه اللي هو كل ورده تبقى ملونه بالشكل ده كده. برده بتبقى شكلها حلو جدا وشكلها قايم جدا في اللبس. عقد تفسيره ملون او في شغل ملون، ممكن نعمل الورد نفسه ملون. وده الشكل اللي هو الاسود بعد ما حطيناه في الكارت والكيسه بتاعه بالشكل ده كده. برده حلو جدا وشكله شيك. وطبعا الاسود ملك الالوان، اهم حاجه ان يكون موجود الاسود والابيض في الدسته اللي احنا بنعملها.
وده الشكل اللي هو الملون بعد ما حطيناه برده في الكارت وفي الكيسه بتاعه بالشكل ده الشكل النهائي ليه برده شكله حلو وشكله قايم كده، وينفع كمان للمصايف وبينفع كمان لجو الصيف. الشكل ده كده احنا عملنا القلب، عملنا كل الورد من خرز التفسير، ما حطيناش هناك كريستال. ده برده موديل تاني ممكن احنا نعمله، اللي احنا نعمله كله من خرز التفسيره بالشكل ده كده، نغير القلب بتاع الورده وبيكون ملون بالشكل ده برده حلو جدا وبيعجب بنات كتير الشكل الملون ده. او ممكن ان احنا نستخدم معاه خرز الكريستال الفضي، او ممكن نستخدم الذهبي او اي لون يعجبنا، او طبعا تناسق الالوان ده احنا اللي بنعمله. ده برده شكل تاني يعني حلو برده وشكله جديد. يا رب يكون الموديل بتاع النهارده عجبكم، ان هو بالنسبه لتكاليفه طبعا هو غير مكلف نهائي. اهم حاجه ان احنا نعرف نعمل الورده وتبقى منسقه بالشكل ده كده ونعمل تداخل الالوان كويس، لكن هو بياخد وقت في الشغل بتاعه، لكن مع الوقت ولما نعمله اكتر من مره بيكون شغله اسرع وبيكون يعني احنا اتعودنا على شغله وما بياخدش معانا وقت ولا حاجه. يا رب يكون الموديل الجديد عجبكم. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.